ايه عماد النحاس ده؟ انت بتفهم؟ انا عايز اسال عماد النحاس سؤال واحد بس، انت بتفهم؟ طب بتفهم، بتشوف؟ هو في اهلاوي، لا مش اهلاوي، هو في حد بيعرف كوره ما شافش ديانج في الشوط الاول وهو بيعك؟ هو ما فيش حد في الدنيا شاف ديانج في الشوط الاول وهو بيعك؟ ده ربنا علشان يعرف النحاس اللي هو اتعمى في الشوط الاول ان ديانج بيعك، خلاه يعمل التمريره الكارثه اللي عطاها اللاعب فاضي خالص من انبي عشان يعمل الانفراد اللي اتطرد فيه شناوي قبل ما الفار يرجعه. لعبه تخلي المدرب ده لو اعمل بصيره واعمل بصر واعمل قلب واعمل واعمل كل حاجه يستبدله بين الشوطين، ما استبدلوش ونزلوا شوط تاني علشان يديله على دماغه بالبينالتي اللي اتحسبت، عشان يدي عماد النحاس يقول له انت ما تستاهلش تكسب، انت بالغباوه اللي فيها دي ما تستاهلش تكسب ابدا ابدا، واللي هيخسرك هو اللي انت حطيته بغباوتك في الفرقه. جالك مروان عطيه، خلاص العب بمروان عطيه. ليه الاثنين؟ انت بتلعب ريال مدريد، ده انت بتلعب فريق في الشوط الاول ما عداش خط الوسط، ده انبي في الشوط الاول ما عداش خط الوسط، بتلعب فريق ملوش شوطه في الشوط الاول باتنين ارتكاز. هو في جبن كده؟ هو في خوف كده؟ هو انت خايف من ايه؟ انت ايه اللي جرالكم؟ النادي الاهلي ما كانش كده يا جماعه، النادي الاهلي ده كان نادي بطوله ونادي جراءه ونادي شجاعه. النادي الاهلي في نهايه المباراه عباره عن اشلاء، والله العظيم اشلاء، ما في حد عارف يباصي لحد، ما في حد. انتوا بتدربوهم ولا بتعملوهم ايه؟ وبعدين لعيبه خلاص، لعيبه خلاص جايه النادي الاهلي تبطل، جايه النادي الاهلي تعمل قرشين وتبطل وتعتزل. انتوا شفتوا اشرف بن شرقي لما نزل؟ ولا فارق مع الماتش، ولا كأن الاهلي متعادل، ولا كأن انت نازل عشان تصلح، ولا ليه، ولا مهتم خالص خالص، ولا ذرة حماسة ولا ذرة اهتمام، والكرة تضيع ولا فارق معاه، ما يولعوا، انا مالي ومالهم، انا جاي اخد قرشين وماشي. وافشل للناس عايزاه يلعب، نزل علشان يكمل البهدلة ويكمل العك ويكمل كل حاجة غلط. ومدرب ما هوش عارف ينظم الفريق، انت بتلاعب فريق ضعيف بس منظم.